السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة بقى فطار ينفع جدا لعزومة وبأقل إمكانيات. هتطلعي وليمة محترمة بنص كيلو من اللحمة المفرومة فقط، أو كمان ممكن ربع كيلو، بس لو العدد هيكون مثلا 5 أفراد أو حاجة. تعالوا بقى نشوف الجمال ده. هنعمل النهاردة عرق اللحمة التربيانكو الكداب، أيوة الكداب، بس هتشوفي نتيجة أحلى من الحقيقي. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، انا فرماها 3 مرات يا جماعة في الكبة، او يعني لو هتشتريها من بره يبقى يخليها يدوها لك كام 3 وشوش يعني. وعليها بيضة، وعليها بصلاية متوسطة، ونص معلقة من الثوم المفروم. الحاجات دي مطحونة طحن ناعم جدا، انا مش عايزة اي مكونات تبان معايا في العرق، عشان يعني اوصل لنتيجة زي اللي هو بره بالظبط، اللي احنا بنشتريه جاهز يعني من عند الجزار. وهضيف عليه كوباية من البقسماط، برضو يفضل انه يكون مطحون عن كده كمان، ومعلقة من الكزبرة وفلفل الاسود وبهارات اللحمة والملح. ما تحطيش بهارات اكتر من كده، انا عايزة طعم اللحمة هو اللي يبان. النص كيلو خد معايا معلقتين من الملح، عشان خاطر اللي مش بيعرف يظبط الملح. وهضيف عليه كوباية من الزبادي، واللي انا حطاها قدامكم دي نص معلقة من البيكنج باودر علشان ما يكشش، ونص معلقة من السكر، ومعلقة صغيرة من النشا. النشا مش هيخليه فرول معايا، وهيخليه ناعم. واعجني بقى، يعني اعجني بمعنى اعجني كأنك هتعملي فطير مشلتت، انا عايزاه يبقى ليه عرق، وعايزاه يندمج كله مع بعضي. ويا ريت تعملي ايدك كده، تبلي ايدك في الزيت وتحاولي تعجني بيها علشان تخلي العجينة ملسة خالص. وهاتي اي كيس عندك، ده كيس حراري في الحقيقة لان انا يعني ناوية اسويه الفه فيه. وهاتي بقى الخليط بتاعك ده اللي احنا عملناه، ودهنيه دهنة زيت بسيطة كده، وافردي عليه العجينة بشكل اسطواني، يعني رول كده طويل، وحاولي ترفعيها شوية. شايفين انا بعمل ايه معاكم؟ حاولي بقى تعمليها كأنك هتعملي رول لانشون كده يا جماعة. تمام. حاولي تفرغي الهواء كويس عشان يديني شكل النهائي حلو. بصي الوصفة دي بالظبط تحضيرها عشان ما بكونش مبالغة، ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق وبتكون جاهزة. انا مسخنة الفرن، انا هعمله على الفرن انا بقى النهاردة. هرحمكم من انكم تسلقوه وتعملوا الجو ده كله. شغلي الفرن على درجة حرارة يعني فوق المتوسط، يعني ممكن تكون 180 كده او 200 في الاول. بس انا لفيته اهو، واربطي عليه من هنا ومن هنا. على فكرة ممكن تعملي باي كيس وتاخديه وتحطيه من غير اي اكياس خالص، بس انا ايه قلت ما دام الكيس عندي ما استخدموش ليه، بس انت لو ما عندكيش خلاص. هنجيب بقى صاجة كده بتاع الفرن، وهضيف فيها كوبايتين من المية، واحط عليها الشبكة دي، وهحط عليها ده. لو انت ما عندكيش الحاجتين دول فاعملي الخطوة دي وحطي العرق على في الصينية نفسها، بس طبعا لازم هتكوني لفاه في حاجة. ودخلته الفرن على درجة حرارة زي ما قلت 180 درجة. وسيبيه بقى براحته. تعالي نعمل ما هنعمل معاه النهاردة الرز الأصفر يا جماعة بتاع مطاعم حضرموت. هنعمل ايه بقى؟ حطيت الزيت وحطيت زبدة. الزبدة بتدي يعني تيست عالي جدا. وضفت الرز مش مغسول، يا ريت تضيف الرز مش مغسول، بس يكون النوع الرز نظيف، يعني يكون مكتوب عليه ان هو يعني مش محتاج غسيل يعني. وضفت عليه بقى معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة سوري من الفلفل الاسود والكزبرة، ومعلقة كبيرة من الكركم، والملح بتاعك. وضفت هضيفه قدامكم ده اسمه يا جماعة نص معلقة من الملح الصيني. ما تستخدموهوش كتير لان هو ده اللي بيدي التست اصلا بتاع المطاعم، انا عرفته من شيف يعني. وهضيف عليه جزراية مبشورة. بكرر تاني، الملح الصيني ما تستخدموهوش، ممكن على الاقل مرتين في الشهر بكتيره، بمعدل ربع معلقة او نص معلقة، عشان خطر طبعا على الصحة. تمام. بس احنا طبعا الوصفة دي مش بنعملها على طول يعني. وشربي الرز بتاعك بقى عادي جدا، وسيبيه على نار هادية.
معايا بقى هنعمل الطحينة، ودي الطحينة البودر اللي انا عملتها معاكم في القناة، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وهتعمليها بقى بالطريقة العادية خالص. حابة تحطي فيها توم حطي، انا حطيت معلقة من الزيت والخل والكمون والكزبرة والملح وقلبتها، وطبعا شوية مية دافيين وخلصتها خلاص. تعالوا نعمل العصير مع بعض. انا مش بحب اطول عليكم الفيديو فبختصر، يعني كلنا عارفين الحاجات دي بتتعمل ازاي. معايا هنا بقى يعني نص او ربع لفة من قمر الدين اللي انا برضو عملته معاكم في القناة، وهسيب لكم اللينك في الوصفة. وهضيف عليه السكر والمية وضربته بقى في الخلاط وحطيته في التلاجة لحين الفطار. معايا هنا بقى العرق بعد ما طلع خد معايا بالظبط في يعني الفرن ساعة يا جماعة، ساعة. وما فتحتش الشواية خالص لان هو بفضل الله اتحمر كله لان الفرن عندي حامي. تعالي بقى بعد ما يهدى كده بسيط، يعني هو كان لسه سخن قدامكم اهو وبيطلع بخار، قطعي. شايفين ما شاء الله كميته مناسبة جدا، يعني ممكن تكفي 10 أفراد يا جماعة. ممكن كل فرد ياخد 3 شرايح من دي. تخيلي بنص مفروم عملتي وليمة محترمة. انا في الحقيقة قطعته كده وقلت بقى ايه اسيبه يهدى شوية. معايا الرز بتاعي شايفين طالع مفلفل ازاي لانه ما اتغسلش. شايفين ما شاء الله بقى بعد ما قطعته ولفيته خلاص. انا بحضر للفطار. كان يعني خلاص القرآن بتاع المغرب خلص. هنا بعد ما برد شوية شايفين بقى بتقطع معايا بسهولة ازاي. قطعي السمك يعني ما يقلش عن نص سنتي كده. شايفين ما شاء الله. ممكن تعملي له صوص يا جماعة، اللي هو الصوص البني ده اللي احنا بنعمله في البيكاتا. ممكن تعمليها قوي وتخليها يعني على جنب كده براحتك. انا اعطيتك اكتر من يعني حاجة للتقديم. وهنا ده انا عملته كده النص التاني، نص حطيته على الرز ونص حطيته في الطبق كده. ممكن تعمليه جنب سمبوسة وخلاص يبقى فطار محترم وتعزمي عليه بقلب جامد اي حد. حقيقي كان طالع جميل ومش مفرول بفضل معلقة النشا الصغيرة. وعامة انا بسيب المقادير والمكونات بتاع اي وصفة في صندوق الوصف. رجاء لو وصلتي معايا لحد هنا متنسينيش من اللايك والاشتراك في القناة. لو مش مشتركة هتشوفوا مني الايام الجاية وصفات اقتصادية كتير. طبعا منسيتش معاكم الحلوة، عملت الكنافة القمر دي كنافة بالمكسرات. هنزل لكم الطريقة بتاعتها ان شاء الله. الكنافة دي بطريقة امهاتنا، ما فيش عايزة افتكاسات كتير. بألف هنا وشفا والسلام عليكم.